بنص كوباية من السمنة هتعملي أحلى عجينة تطلع معاكي كل الكمية دي وأكتر شوية تاني، وبطريقة سهلة وبسيطة القرص المبسوسة والسريعة وبأسهل وأبسط مقادير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأول أنا عندي كوباية من اللبن الرايب، عندي نص كوباية من السمنة وحطيت عليها معلقتين كبار من الزيت، معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر، ونص كيلو من الدقيق. حطيت عليه ربع معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من البيكنج باودر. اول خطوه علشان القرص بتاعتنا هتبقى مبسوسه كده زي القرص الفلاحي بتاعت زمان، ان احنا نفرك السمنه والزيت مع الدقيق كويس قوي. الخطوه دي هتخلي الماده الدهنيه تغلف كل الدقيق، فالقرص تطلع معانا كده دايبه كده وحلوه قوي. بدات ان انا بايديا كده، انا هنا مش بعجن، انا يدوب بس كده بفرك المادة الدهنية او الزيت او السمنة بتوعي. تقدروا طبعا تستعملوا سمنة لو تحبوا، سوري زيت لو تحبوا، او زبدة، ولكن هنا السمنة هتديكم نتيجة حلوة قوي هي والزيت. بعد ما فركتهم بقى كويس قوي مع بعضهم، نزلت بكوباية اللبن ومعاها الخميرة والسكر وبدأت ان انا الم العجينة بتاعتي. ببدأ زي ما انتوا شايفين كده المها، وممكن تحتاج معاكم من كوباية لكوباية وربع من الحليب على حسب نوع الدقيق بتاعكم. فلو حسيتوا ان العجينة بتاعتكم محتاجة حليب تاني مفيش مانع ان انتوا تزودوها، لان نوع الدقيق بيفرق. انا النوع بتاعي خد كوباية من الحليب. بعد ما لميت بقى العجينة بتاعتي وطلعت طرية كده زي ما انتوا شايفين، بدأت ان انا اجيب بولة فاضية وناشفة ونضيف وحطيت فيها شوية من الزيت، وهغلف العجينة بتاعتي كويس قوي من الزيت. مش عايزة اقول لكم الحركة دي حلوة قد ايه، وبتفرق قوي في المعجنات وبتديها هشاشة حلوة قوي غير اصلا العجن بقى اللي احنا عاملينه. ما تنسوش بقى ان انتوا لو وصلتوا لحد هنا تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو، وتسيبوا لي كومنت لطيف زيكم علشان دعمكم بيفرق كتير. بعد بقى العجينة بتاعتي ما ارتاحت، وانا هنا ريحتها نص الوقت، فيما معناه انها لو هتخمر ساعة فاحنا اوريدي هنحتاجها نص ساعة بس تخمر فيه. عايزة اقول لكم العجينة اللهم بارك حلوة حلاوة ما حصلتش، ريحتها تحفة كده وقوامها ممتاز، واحنا ما عجنهاش كتير ولا اي حاجة. هبدأ بقى كده ان انا اشكلها بحجم كويرات، والكمية دي اللهم بارك عملت معايا تقريبا 22 قطعة. انا كنت عاملاها كبيرة شوية، طبعا لو انتوا عملتوا حجم اصغر فالعدد هيفرق معاكم. هنا تقدروا طبعا تكبروا او تصغروا الحجم علشان تاخدوا الحجم اللي يناسبكم، لكن لما تتقطع على 22 فده كان حجم مناسب قوي. اللهم بارك بقى بعد ما اتقطعت هبدأ في اول واحدة انا اشتغلت فيها. أنا هنا مش بريحها ولا اي حاجة، مش عايزين وقت كتير ولا ان احنا نسيبها. الاول بنفرد نص فرد علشان نسهل على نفسنا الشغل، وفي الوقت اللي احنا بنفرد فيه بنشغل الفرن على درجة حرارة 200. احنا بنحب نشغلها او مستحب ان احنا نشغلها او ندخلها على درجة حرارة عالية، يعني يكون الفرن سخن كويس جدا، ما يبقاش ان هو مش ساخن او في مشكلة مثلا في الحرارة بتاعته. بعد ما الفرن بتاعنا بيكون سخن بنبدأ زي ما انتوا شايفين كده بنبقى بنفرد فيه، علشان تبقى سهلة معاكم افردوها مثلا على مرتين او حاجة لحد ما تطلع مظبوط. فردتها بقى كده كويس قوي وهخبزها في فرن ساخن على درجة حرارة 200. هتاخد معايا بالظبط في الفرن ربع ساعة وتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. اللهم بارك، واخدة تسوية حلوة قوي، واخدة لون حلو قوي، هشة كده وطرية وبتدوب زي حتة القطنة بالظبط. عايزة اقول لكم بقى انها هتبقى احلى مرة تجربوا فيها القرص الفلاحي، وان ريحتها حرفيا هتقلب الدنيا. ما تنسوش بقى تجربوا الوصفات وقولوا لي رأيكم، وتسيبوا لي رأيكم الجميل ده تحت في التعليقات، تعملوا لايك وشير كتير قوي للفيديو. صحة وهنا.